السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض صينية الفراخ بالبصل والكركم. ماشي. احنا دلوقتي غسلنا الفراخ كويس وحطينا عليها الكركم وقطعنا عليها بصل طرنشات وحطيناه في الصينية وحطينا عليها ملح وحطينا عليها كمون وحطينا عليها فلفل أسمر وحطينا عليها كل حاجة وظبطناه وحطينا الكركم اهوت شايفينه. هو بس عشان الدخان الدنيا مش باينة كويس. ودلوقتي ان شاء الله قربت شويه كده، قربت تستوي واحمرها في البوتاجاز واطلعها، وان شاء الله هنعمله برضو فراخ برضو بشوربه ونظبطوا الدنيا برضو عشان احنا عندنا برد ومتبهدلين خالص 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 ومش عارفه نعمل ايه بصراحه. بقالي شهرين عندي برد مش عايز يروح مني نهائي خالص خالص خالص، فاحنا مش عارفين نعمل ايه بصراحه. اخدت جميع العلاج مفيش فايده خالص، اي علاج تتخيلوه كله 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 خدته مفيش فايده. فاحنا قلنا بقى نغير في الاكل شويه. بس ايه رايكم في المسقعه بتاعت امبارح؟ جربوها بس كده واعملوها زي التكات اللي انا عملتها بالظبط بالظبط، وهتلاقوا احلى طعم ان شاء الله واحلى. بصوا مش هتنسوا الطعم بتاع المسقعه اللي انا عملته امبارح ده بصراحه خالص. الطعم جميل وهي جميله ومش مكلفه والله، من غير ما تقلوا البتنجان لوحده وتقلوا البطاطس لوحديها وتقعدوا تغلبوا في نفسكم وتسحب منكم ازازه الزيت. لا، هو كله تقطعه على بعضه وتشوحها على النار في طاسه كده وشويه زيت والدنيا هتتظبط، هتبقى جميله والله. وحضري الصلصه والثوم والخل بقى وظبطي الدنيا، هتبقى الطعم تحفه تحفه تحفه. وهتتاكل هتبقى زبده. انتوا هتاكلوا زبده، مش هتاكلوا والله، هتاكلوها احلى من اللحمه. يعني انا ساعات بحب المسقعه، بحب الحاجات دي، الملوخيه، بحب الحاجات دي كلها على اساس احلى برضو من الفراخ والله. يعني مش على طول انا احب اكل الفراخ، ممكن اكل مره منابي وممكن ما اكلش خالص، مش فارقه معايا. المهم ان شاء الله ناكل مع بعض البطاطس دي، نجربها النهارده صيف في المدرسه. وسدي اللي قاعده منوره معايا في الشقه هي مش عارفه نعمل ايه بقى. قلت اعمل الاكل عقبال ما جوزي يقرب يجي من السفر واعمل صينيه البطاطس، وهنعمل شويه رز بالشعريه. ومش عارفه اعمل لهم بقى، ممكن اعمل شويه ملوخيه جنبها ولا حاجه، مش عارفه. لسه عايزه اعمل شويه ملوخيه. ادي ملوخيه ناشفه حماتي بعتها لي جميله من ايتال البارود مش من هنا. ونظبط الدنيا ان شاء الله ونبداوا ناكله مع بعضينا كده ونظبطوا الدنيا ونخلي الاكل يخش معدتنا، مع ان والله الواحد نفسه مسدوده قوي 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 من اللي بيحصل في الدنيا دي. يعني انا من ساعه ما شفت اللي حصل في فلسطين وانا نفسيتي تعبانه والله بجد. والواحد قاعد يعني ربنا اللي عالم بيه يعني ربنا يسترها يا رب ويرحمنا ويسترها معاهم يا رب، ويلاقوا لهم يعني يلاقي حد يدافع عنهم وياخد حقهم بجد على اللي هم فيه. لان الناس اتبهدلت، الناس دي اتبهدلت قوي بقالها كام سنه على كده. انا من صغري فاكره ان محمد الدره ده، وانا كنت عيله بروح المدرسه في الابتدائي تقريبا او في اولى اعدادي. محمد الدره ده مات قدام عيني وانا ايامها تعبت قوي ونفسيتي تعبت. كنت طفله. يعني شحال بقى دلوقتي، احنا دلوقتي كبار مش صغيرين، يعني شايفين الوضع. وكل واحد يحط نفسه مكانهم بصراحه. ان عيالنا، احنا ذات نفسنا الله اعلم ايه اللي يحصل في الدنيا. ربنا يسترها يا رب. عامة احنا مع بعضينا اهوت هنخلص الفراخ. بصوا يعني بتستوي اهي. بصوا اهي. هنظبطوا الدنيا. وفي ناس برضو بتحط ورق الدجاج عليها بيديها طعم احلى، بس انا مش حابه كده بصراحه. بصوا هي مش باينه الصفار بتاعها على فكره خالص عشان مش مقرباها قوي. هي الكركم بيديها طعم جميل وبيعمل المناعه، خلي بالكم. يعني اللي عنده برد عنده حاجه يحط كركم في الاكل، يشربوا بليمون. ان شاء الله ربنا يشفينا كلنا يا رب. احنا الجو اللي جاي ده هيبقى صعب صعب صعب، وانا بحاول ان انا ايه ادخل الكركم في الاكل عشان يزود لي المناعه شويه، عشان انا برضو ايه تعبانه. وربنا يسترها يا رب. بقالي شهرين بقول لكم تعبانه من البرد، باخد علاج واروح عند ماما في كفر الدوار مفيش فايده. امي كل شويه تقول لي يا بنتي خدي علاج، اقول لها باخد. يا بنتي خدي علاج، باخد. انا ما عنديش مناعه اصلا اول ما بيجي الشتاء، وانا من عشاق الشتاء. بحب الشتاء قوي واحب امشي في المطر. وبصوا في اسكندريه هنا بحب اعمل حاجات كتير مش زي كفر الدوار، عندنا المكان ملموم ومحدود عشان عندنا الحتت ارياف شويه. لا هنا اسكندريه بحب اخرج، بحب امشي في المطر، اخلي عيالي نايمين اقوم لابسه ونازله. بحب امشي في الشتاء.
اقول لي جوزي يلا ننزلوا، يقول لي يلا بينا، يقوم واخدني وماشي بيا. احب اركب العربيه بتاعت جوزي وامشي بيها في الشارع كده برضو. جوزي هو اللي يسوق مش انا لسه ما اتعلمتش السواقه، وربنا يسهل حاجه. هنعمل الفراخ ونكملها ان شاء الله مع بعضينا، ونحمر الوش في الفرن عشان خاطر برضو ما نستهلكش زيت كتير. هنحط الصينيه ذات نفسها بحالها كده في قلب الفرن تتحمر وتتظبط، هتبقى جميله. وربنا يسهل حاله ويبقى بالهنا والشفا على قلب ساندي وسيف وسدن. عندي سدن صغنونه بنزل لكم الفيديوهات بتاعتها تتفرجوا عليها، وحبه حبه ان شاء الله هنظهروا مع بعضينا. بس انا عشان بس البرد ومتبهدله شويه فمش هينفع ان انا اعمل حاجه دلوقتي خالص. حبه كده حبه حبه ان شاء الله هنظهروا مع بعض ونوريكم اليوميات بتاعتنا. ونبدا بقى نضرب في عيالي ونعيشوا حياتنا خالص، اليوم بتاعنا الطبيعي. رايحين المدرسه جايين هنعملوا كل حاجه ان شاء الله مع بعض. انا لسه بس بتعرف عليكم الاول، وبعد كده ربنا يسهل حال. بس يا رب تتقبلوني كصديقة كأخت أي حاجة زي ما انتوا عايزين. احنا ناس بنشتغل برضو الشغل بتاعنا ده باحترام وبأدب، ودينا برضو بنتسلى. والله الواحد زهق أساسا من الدنيا واللي فيها، هنعمله ايه بقى؟ عندي سنة صغيرة تقعد تقرف لي على طول، ماما 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 ماما. بصوا حتى كلمة ماما مش عايزة تطلع من بقي. وعندي جايبة كلب لولو جايلي من ناس زمايلي يعني، هو عامة يعني بيبقى من على النت، وجبته وعايش معايا. وعندي قطة صغنونة برضه هدخلها لكم في الفيديوهات معايا. هنعيش حياتنا كلها معاكم ان شاء الله باذنك يا رب، وهنبقى من الناس المحترمة معاكم والناس الكويسة، بس يا ريت من غير غلط. عشان عارفة ان في ناس بتغلط كتير، انا بتابع ناس كتير قوي على النت خلي بالكم، وشغالة على النت. قلت بدل ما انا قاعدة انا كده كده كنت بدور على شغل. جوزي قال لي هتروحي تسيبي العيال فين وتروحي تشتغلي وتسيبي البيت؟ قلت له لا خلاص. فاحبطني بصراحه، مع اني انا كنت عايزه اساعده، كنت عايزه اساعده في البيت وفي الدنيا والظروف والعيشه والدروس العيال والنوادي وقرف، فاهمني؟ فقلت انزل اشتغل. قال لي لا اقعدي في البيت ما تشتغليش. قلت بدل ما انا قاعده زهقانه كده، مع ان صدق كل شويه واخده مني التليفون. الصغيره اللي عندها 2 و3 شهور دي واخده مني التليفون، مش عارفه اتصرف منها ولا عارفه اتحرك. ما صدقت اللي هي بتسيبهولي ان شاء الله حتى ساعه في اليوم. بحاول اصور لكم اي حاجه عشان ننزلوها مع بعض، وحبه حبه ان شاء الله هننزله مع بعضينا واوريكم الصور بتاعتي وبتاعت عيالي. ومعايا ساندي اللي بتاتا قوي بتحب تعمل فيديوهات تيك توك، هنزلها لكم برضه واوريها لكم وكل حاجه، وهنعيش اليوم مع بعضينا. يلا ما نيجي نحمر البطاطس ان شاء الله، الفراخ سوري، ما نيجي نحمرها واوريها لكم. يلا باي باي يا حبايبي، باي باي.